سنة وانتم طيبين. أنا محمد بدر من فاينانس كوتش. احنا النهاردة مع أولى حلقات بودكاست اتعلم مع فاينانس كوتش. بيسعدني شخصيا ان تكون أول حلقاتنا مع دكتور هشام حسن. دكتور هشام حسن من الأشخاص اللي عزيزة على قلبي أنا شخصيا، وواحد من أساتذتنا في مجال الاستثمار والبورصة، واحد من أساتذتي أنا شخصيا. وأحب في الأول كده في بداية البودكاست كده مستر هشام أو دكتور هشام يعرفنا بنفسه. مساء الخير يا محمد، أهلا بيك وشكرا على التقديمة الجميلة دي. أنا اسمي هشام حسن، معايا ماجستير أسواق مال والحمد لله خلاص بفنش الدكتوراه. سعيد بوجودي وإن أنا تشرفت بتدريس الأكثر من كورس موجود على فاينانس كوتش، والحمد لله يعني بقالنا فترة زمنية طويلة عدت 10 سنين جوه السوق المصري، والحمد لله إننا باع سواء في السوق المصري أو في الأسواق العالمية. وسعيد بوجودي إن أنا في أول حلقة معاكم هنا النهاردة، ويلا بينا نبتدي على بركة الله. على بركة الله. اتفضل. يعني خلينا دكتور هشام نبدأ من الأول بالحتة. يعني أول حاجة ممكن نفكر فيها لما نيجي نتكلم عن الاستثمار النهاردة، الأسبوعين اللي فاتوا قبل رمضان كانت أحداثهم يعني صحيح. سريعة جدا. صحيح. في تغيرات مفاجئة، في تعويم للجنيه. الناس كلها كانت رايحة لأن الدولار أو قيمة الجنيه مقابل الدولار بتقل. مرة واحدة لقينا الدنيا اتغيرت تماما أو في انعكاس حصل في السوق. أنا حابب أسمع منك كومنت عن الحتة دي وعن حاجة كمان لو سمحت لي. أغلب الناس الفترة اللي فاتت مع الأحداث اللي كانت بتحصل وقبل حتى موضوع التعويم كانت ابتدت تبص مع انخفاض قيمة الجنيه أو مع فكرة التضخم. كله ابتدى يدور على ما إذا كان إيه الوسيلة الأفضل لأن أنا أحتفظ بقيمة فلوسي. وده كان صحيح. الشغل الشاغل للناس هنا في مصر. بعض الأشخاص اتجه لحتة العقار، حط فلوسك في عقار. بعض الأشخاص قال لك لا، حط فلوسك في ذهب، حط فلوسك في دولار. في ناس بتستثمر في البورصة. مع يعني يمكن دول الأربع حاجات الأشهر أو الترند في الفترة دي. وبعد كده لقينا مرة واحدة بعد ارتفاع للدولار في السوق الموازية الدنيا مرة واحدة ابتدت تستقر. صفقة رأس الحكمة غيرت كتير قوي من مجريات الأحداث. يعني قول لنا رأيك في اللي حصل وإيه تداعياته. يعني ابتدينا منين؟ إيه الأفضل؟ هل الناس فعلا كانت بتفكر صح لما كانت بتستثمر في عقار؟ هل الناس كانت بتفكر صح لما كانت بتفكر إن هي تحتفظ بدولار؟ كل ده سؤال. طيب خلينا نقول يعني بداية كده، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة فين؟ كل ما حدث في خلال الفترة الماضية هو كان أسلوب من أساليب التحوط. زي ما أنت قلت، أنا عايز أحط فلوسي في حاجة ما ترجعش. طيب أنت كنت خايف طول الوقت إن الجنيه بتاعك كان بيتراجع لأسباب كثيرة جدا، إحداها الرئيسية إنه الدولار مش موجود في البنك وبالتالي بيبقى موجود في السوق السوداء. طب أنا لو سبت الفلوس بتاعتي جوه الجنيه أو حوشت الفلوس بتاعتي جوه الجنيه، ايه اللي هيحصل؟ انا بتراجع، فبالتالي انا عايز افضل محافظ على القوه الشرائيه بتاعتي. الناس تجد بقى ان هي تبتدي تدور على اماكن مختلفه زي ما انت قلت من شويه. بحط فلوسي في العقار، بحط فلوسي في البورصه، بحط فلوسي في الذهب، ايا كان. وحتى برضو بعض الناس حوشت فلوسها جوه الدولار. طيب ده اداك اشاره ليه؟ ان كل اللي حصل خلال الفتره الماضيه من حوالي سنه ونص، يعني لغايه يوم راس الحكمه ما تم اعلانها، هو في الحقيقه كان اسلوب من اساليب التحوط. انا عايز اشيل فلوسي في حاجه تفضل محافظه على القيمه بتاعتها، وان كان خلاص الدوله اعلنت هذا، او مجرد ما اعلنت ان هي انا عندي راس الحكمه نفذتها توفر الدولار. وهو كان في نقطه مهمه جدا، انه كانت الناس مستعجله على فكره التعويم. لازم اعوم او لازم ارجع الجنيه قصاد الدولار، اسعاره على 60، اسعاره على 70. وكان بقى في ارقام متضاربه كثيره جدا من الناس ومن بعض المحللين. في الحقيقه انا كان عندي فيها نقطه هنا، ما كانش عندي مشكله في فكره انا هسعر الجنيه على كام، يقول الجنيه زي ما انت عايز تقول، قد ما كان عندي مشكله في فكره انت هتوفره في البنك ولا لا. لان انت لو كنت قلت الجنيه كان الجنيه ساعتها في البنك المركزي واقف عند 30 جنيه، وانت كنت اوتوماتيك احنا مسعرين على 60 او مسعرين على 70، وكان في اكتر من سعر بقى. قطاع العقارات ماشي باسعار، قطاع السيارات، الذهب الى اخره من المجالات المختلفه، كل واحد كان بيسعر على حده. ولكن خلينا نقول نقطه مهمه جدا، انه انت قبل ما كنت تقول انا هحرك الجنيه كان لازم يبقى فيه توفير للعمله. وده اللي حصل لما دلوقتي البنك المركزي وفر. اول كلمه قالها ايه؟ قال لك انا عندي دولار موفر، ما عنديش مشكله. وحل مشكله ايه؟ حل مشكله البضائع اللي موجوده في الجمارك. ففورا انا حركت الجنيه، معاه بالتوازي الدولار موجود عندي في البنك. اذا انا ضربت السوق السوداء، خلاص مفيش داعي. طب اروح ليه السوق السوداء اذا كان بقى متوفر اصلا؟ وده اللي حصل بقى. اللي حصل ايه؟ انت لعبت بقى لعبه قديمه جدا موجوده وهتظل موجوده الى ان يشاء الله. يعني انت فكره ايه؟ الطلب والعرض.
وفرته فبالتالي الاسعار بتاعها تنزل. المخفض. ايه اللي حصل؟ السوق السوداء بترجع، والسوق الطبيعيه سبته انت، فكيت خلاص، انا عندي الدولار اللي عايز يا جماعه، انا فاكك يعني خليته حريه الطلب والعرض موجود، فبالتالي ده نزل وده طلع والدنيا هديت في ثانيه. وده اداك نقطه مهمه جدا في الحقيقه، انه انت حليت المشاكل اللي موجوده في مصر بقالها سنه ونص في خلال لحظه واحده. انت مجرد بس ما عملت استثمار واحد موجود بكلمة رأس الحكمة، دخل مستثمرين أجانب ومطورين عقاريين داخل مصريين، فبالتالي في الحقيقة أنت فتحت آفاق كثيرة جدا، قلت كل مشكلتي اتحلت. يديك أكتر من بعد في الحقيقة، يديك أكتر من بعد بمعنى كلمة إن أنت لو استمريت على معدلات التنمية دي يبقى أنت حليت مشاكل كثيرة جدا. واحد، اتنين، خلال السنتين الثلاثة الجايين وفترة تطوير أو إنشاء وتطوير رأس الحكمة، أنت هتستخدم مصريين قد إيه؟ كم مطور مصري هيخش؟ هتستخدم طبعا مطورين عقاريين، يعني من اكبر مطورين عقاريين على راسهم طلعت مصطفى مثلا، اعمار العبار، وكثير مش عايز انسى حد منهم، ولكن طبعا هتلاقي في اسماء ضخمه وراسكم، اسماء ضخمه جدا، دول هيستخدموا مصريين كتير جدا. العماله دي هتفضل شغاله مش يوم واتنين، ده انت بتتكلم من 3 ل5 سنين، يبقى انت ضمنت عمل مستمر لتلك الفئة من العمال، وبالتالي دي تنمية عمرانية شغالة. بعدها هيبقى في مرحلة بيع كثيرة جدا، بصرف النظر بقى اللاكشري اللي انت هتبيعه او الكلاس اللي انت هتبيعه، كلاس A او كلاس B او كلاس C. طبعا انت بتتكلم هناك، انت عندك في يعني عند راس الحكمة فانت غالبا بتشتغل على الكلاس A، ده برضه هيبقى فيه بيع كثير جدا، غالبا البيع هيبقى مسعر بالدولار مش هيبقى بالجنيه، انت بتتكلم على فئة مختلفة شوية. اذا انت عملت تطوير وعملت بناء وعملت وفتحت وظائف وحليت مشكلة الدولار. الفكرة بقى انت هتعمل ايه بعد كده؟ يعني انت حليت المشكلة اللي على الوقت الحاضر، وفي الحقيقة البنك المركزي خد اكتر من حركة، يعني رفع الفايدة 6% وبعدين اصدر شهادة 3 سنين بمتوسط 25 30 25 و20، وبده معناه ان انت مرة تانية هتخلي الاجانب هتفتح شهية الاستثمار في السندات، يخش عندك يحط فلوس. لو حط عندك فلوس ده برضه هيخلق مرة تانية قوة شرائية دولارية، هيحط دولار عندك وبالتالي هيضعف الدولار قصاد الجنيه، فالجنيه مرة تانية هيجمد، هترفع الاحتياطي الاستراتيجي. ولكن في نقطة مهمة جدا دي هتسمى الهوت ماني. إذا هل الحكومة الفترة الجاية بقى شطارتها تلعب على إيه؟ ازاي تستوطن تلك الدولارات بحيث ان هي مره تانية ما نغلطش الغلطه اللي حصلت في 2016، واول ما الهوت ماني دي تخلص دورها فجاه تسحب الفلوس وتخرج مره تانية. مصر عندها قدره تحل كل مشاكلها في ثانيه اهي، او قالت لك انا عندي ده انا بس بمشروع واحد حليت مشاكل كثيره جدا. وده يعود بيا النقطه مهمه جدا، نختصر اللي حصل في البورصه من عند 21 22 مرورا ب 23 وانتهاء بسنه 24، الارتفاعات اللي حصلت اختراقا 9000 نقطه مرورا ب 15000 وبعدين وصلنا لل 18، وبعدين دلوقتي حاليا وصلنا لارقام ما شفناهاش في تاريخ البورصه المصريه قبل كده، عند مستويات ال 30000 حاليا. في الحقيقه الارقام دي ما شفناهاش، ولكن كانت تعكس التحوط وليس النمو. ما يحدث الان في الحقيقه نتوقع خلال ال3 اشهر القادمين ان يبقى في مرحله تحول من التحوط الى النمو داخل الاقتصاد المصري. بقى نبتدي بقى نشوف اللي هيحصل ايه الفتره الجايه، ايه القطاعات اللي هتبتدي تشتغل، قطاع البنوك، قطاع خدمات ماليه الى اخره، ايه الترتيبه اللي هي بنسميها توب تو داون ابروتش. نبتدي نشوف بقى ايه اللي هيحصل، وبعدين نبتدي نشوف البورصه هتتصرف ازاي. هل هتاخد بقى اداء، يعني هتتصرف بقى شويه في مرحله تصحيح اداء عرضي، هل يبقى فيها شويه تراجعات، هل هتحافظ على المستويات السعريه الموجوده فيها، ثم مره اخرى نشوف معدلات النمو اللي هيحصل ايه. ما تنساش ان كل ده حصل في وقت مضغوط جدا خلال 5-7 ايام انهار فيها السوق الموازية بشكل مرعب جدا، خسر من خسر وربح من ربح، ولكن هذا هو عالم الاستثمار. مرة أخرى برضو يتضح عندنا أنه في عندنا أرقام كبيرة جدا ظهرت الفترة اللي فاتت، نمو أو ربح في البورصة المصرية، ولكن كان يعكس حالة من التحول وليس حالة من النمو. أنا أتمنى إن شاء الله أن 24-25 نبتدي بقى نشوف فيها مع استمرار الحكومة الأخذ بزمام الأمور في نفس هذا الاتجاه. أنا أعتقد أن يبقى في عمليات نمو مطردة اللي هنا نبتدي نرى فيها ايه القطاعات اللي هتبتدي تشتغل داخل البورصه المصريه. طب خليني في الحته دي يعني نذكر الشيء بالشيء يذكر. احنا زي ما اتكلمنا في الاول ان الشعب كله كان بيتحوط زي ما حضرتك ذكرت، ان كله مش عايز الفلوس اللي معاه يفقد قيمتها، فبيحاول ان هو يحط الفلوس دي في ذهب، في دولار، في عقار، في بورصه وما الى كده. ولكن لما بتيجي تتكلم في حته البورصه بالذات، اغلب الشعب المصري عنده الكونسبت بتاع ان البورصه عباره عن مضاربه. يعني مفهوم الشعب المصري عن البورصة ان البورصة ما هي الا مضاربة اكتر من كونه بيعتبرها استثمار. فلو سمحت لي وانت بقى استاذنا في الموضوع ده،
يعني احنا عايزين نوضح للناس ببساطه كده ازاي انا ادخل البورصه. انا راجل مستثمر لسه ببدا، ما عنديش من الاكسبيرينس اللي يخليني اقول ان انا مثلا فاهم. هل البورصه فعلا دايما مضاربه ولا ممكن تبقى استثمار، واستثمار على اللونج تيرم، حاجه طويله الاجل يعني؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، وده بنقوله للمتدربين عندنا في فاينانس كوتش، وبنركز عليه بحيث ان احنا نخليهم نغير طريقه تفكيرهم من ان هو انا عايز اخش البورصه بس وابقى ضارب ويبقى ده هدفه. في الحقيقه البورصه في الحته دي وسيله وليست غايه. انا وسيلتي ان انا استخدم البورصه عشان تبقى غايتي احقق نوع من انواع الثروه في المستقبل. طيب هل انا عندي استعداد ان انا اعمل مضاربه؟ انت في الحقيقه عشان تعمل مضاربه ده معناه انت بتبقى بتخش وتخرج بسرعه شديده جدا، بتراهن على تحقيق ربح سريع في زمن صغير. ده في الحقيقه لازم يكون في عندك اتجاه، لازم يكون في اداء ايجابي واضح، او ده ما بيقولوا السوق يبقى ثيراني بشكل قوي جدا. لما يبقى في اتجاه كبير صاعد تقدر تدي فرصه للمضاربات ان هي تنجح. انما لما يبقى في تقلبات عنيفه جدا في السوق، في الحقيقه المضاربات بتبقى عرضه للخساره اكتر منها للمكسب. فبالتالي لازم على المستثمر يبقى فاهم ان انا عشان اخش اضارب في الحقيقه لازم يبقى في عندي بيئه صالحه للاستثمار طويل الاجل، وده من هنا يديني فرصه ان انا اشتغل بشكل اصغر على المدى القصير. انما لو فضلت ما عنديش مدى طويل اصلا يشيل البورصه يبقى مش هقدر اعمل مضاربات. بمعنى انه لو دلوقتي السوق يومين بيطلع وثلاث ايام بينزل ويومين بيطلع، عشان اقدر اقتنص فرصه هيبقى فيها صعوبه شديده جدا، وهتبقى يعني عاليه المخاطر مقابل العائد. هتصرف ازاي؟ انا اعتقد انه طالما في ارتفاعات مستمره، يعني لو رجعت بالزمن ورا شويه وجيت بصيت على البورصه سنه اجمالا 23، فانت في ارتفاعات مستمره مستمره مستمره. ارتفاعات المستمره نتيجه شراء المؤسسات اللي كان موجود في السوق المصري، كان كل يوم بتطلع انت بمعدل نمو حوالي 1.5 2% 1.5 الى اخره. استمرارك ده كان بيدي فرصه سهله للمضاربات. ليه؟ لانه في حد كبير شايل السوق وماشي بيه، فانت سهل بقى تتنطط على اكتاف الصغير على اكتاف الكبير ده وتاخد منه فلوس براحتك. انما لو الكبير ده اصلا دلوقتي مبقاش موجود في السوق، بقى في حاله من الشد والجذب بين الثيراني والدببه، وانت بقى دفع مره يوم فوق تحت ومفيش الترند، ما بقاش في اب ترند ظاهر، يبقى ازاي هتبقى المضاربات شغاله؟ هتبقى المضاربات موجوده، تقدر تخش تبيع وتشتري، محدش يقول لك ما تعمل كده ليه، ولكن هتبقى عاليه المخاطر، هبقى عرضه للخساره اكتر. اذا لازم يكون في اتجاه، لازم يكون عندي في خطه للاستثمار طويله الاجل. وانا اتحدث هنا طويل الاجل خلال سنه، ابقى شغال على سنه، اقدر بقى يبقى محفظتي غالبا مثلا فيها تلتين اسهم شغاله على المدى الطويل. وده غالبا لو انا حبيت اتكلم بارقام صريحه، لازم المؤشر يعبر مستويات ال 30 الى حتى 31,000 ويستقر اعلاها باحجام تداول كبيره. مره ثانيه لازم اشوف، يعني اسيب البنك المركزي ياخد نفسه خلال 15 ايام. ما ننساش برضو احنا داخلين على رمضان، ولازم نشوف اداء البورصه هتتصرف ازاي في رمضان. ولكن في قناعتي الشخصيه استقرار السوق اعلى هذه المستويات هيدفع مره ثانيه نشوف لاعب جديد، ممكن تبقى الاجانب، ممكن تبقى العرب، لسه ما نعرفش. ما تنساش ان المؤسسات المصريه هي اللي شالت السوق من عند ال 8000 لغايه النقطه دي. عوده المؤسسات بشكل صريح، سواء بقى ايا كان ايا لاعب فيهم، العرب الاجانب العرب حتى لو المصريين عفوا هم اللي كملوا، ما عنديش اي مشكله. المهم اللي هيكمل يقود السوق بقوه. ده معناه ارتقي اعلى 31,000 هيبقى فيه ارتفاعات مستمره، هنا يدي فرصه للمضاربات انها تتنفس بسهوله. خليني اقولها بشكل بسيط جدا، انه حتى لو اشترى غلط السوق نتيجه ان هو مستمر في الارتفاعات هيصلح اخطاء. ده بيديك برضو للاسف ميزه وعيب، ان المستثمر اللي داخل جديد هيظن انه فاهم اللعبه ماشيه ازاي، ولكن هي السوق هو اللي بيساعده ماشي ازاي. طبعا دي ليها قواعد احنا بندرسها عندنا للمتدربين، وبنفهمهم ازاي الامور ماشيه بالشكل ده، بحيث انه يبقى واعي باستمرار مين اللي موجود في السوق، هل السوق دلوقتي على المخاطر، ايه النسب اللي انا مستني او احققها، ايه المطلوب من السوق انه يدهوني وانا ابقى راضي بيه، ايهما افضل، احط فلوسي في البنك ولا احط فلوسي في البورصه، مين فيهم عالي المخاطر مين فيهم مش عالي المخاطر. اوجه الاستثمار المختلفه سواء بورصه او غيرها من الابواب الاخرى او المنافذ الاخرى للاستثمار، ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى عقار، ممكن زي ما انت ذكرت. طب هل البورصه فيها منافذ مختلفه؟ على سبيل المثال دلوقتي في عندنا الاي تي اف الى اخره، وممكن اشتري وثائق ذهب. اذا في عندي تنويعه، في عندي باسكت، في عندي سله من الاستثمارات. لازم طول الوقت يبقى انا عندي حاله من التحرك الديناميكي مع حركه السوق نفسه، ما هياش اسهم بس. عشان البورصه برضو ممكن في الفتره القادمه يبقى في عندنا توجهات في التحرك نحو ان يبقى في شورت سيلينج يتفعل. هل البورصه المصريه فعلا هتفعل التحوط او الفيوتشر او الديريفيتيفز في المستقبل؟ اذا كل دي امور عندنا في المستقبل
قد تكون مفيده جدا هتحصل. امتى مش عارفين، بس ده هيفيد المستثمرين في الفتره القادمه. وده يعود بيا لكلمه حضرتك الاهم، الاستثمار طويل الاجل لازم يبقى فيه عندي اتجاه واضح صريح. ده يدي فرصه للمضاربات قصيره الاجل ان هي تبقى سليمه وواضحه وقليله المخاطر مقابل عائد اقل من المخاطر. ممتاز. يعني اللي انا استنبطته، وبرضه عشان لو حد بيسمعنا وخبراته قليله شويه، ان انت النهارده في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه انت مش هتبقى داخل تشتري وتبيع او تعمل مضاربه لحظيه. الاهم من كده انك تكون حاطط بلان على اللونج ران. بتتكلم مثلا بتستثمر في مده ممكن توصل لسنه عشان تقدر تؤتي ثمار الاستثمار بتاعك، او تحس انك انت حققت حاجه في الحته دي. وعلى ذكر فرق المخاطر ما بين البورصه والبنوك اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، ففي بعض الناس لحد النهارده واحنا بنتكلم مع بعض تلاقيه بيذكر ان البورصه حرام، الموضوع ما هو الا قمار. خليني اقول لك طبعا يعني كلنا عارفين ان الكلام ده غير صحيح. ولكن لا يفتى وملك في المدينه، فانت استاذنا برضو دكتور هشام. فلو توضح لنا ليه البورصه مش حرام، او ليه البورصه مش قمار؟ هي البورصه سوق، انت بتخش تبيع وتشتري. هي لا تمتلك اسهم، ولكن هي بتفتح لك الباب للتداول. انت بتبيع وتشتري، وشراك الاسهم ده معناك اول ما تشتري سهم فانت بقيت يعني صاحب حق، شريك بالظبط كده زي ما انت قلت. وبالتالي ايه الحرمانيه اللي فيها؟ انما الفكره فين؟ عقليه المستثمر نفسه. فانت ممكن تبقى عقليتك استثماريه، وممكن تبقى عقليتك عقليه مقامر. في الحقيقه لو انت جيت بصيت، يعني خلينا نضرب مثال يعني مبسط جدا للناس بشكل لطيف خالص. انت لو رحت البحر وانت واقف قدام البحر يعني نفسك تنزل، لو انت في الحقيقه لا تعلم قواعد السباحه، فانت بالتالي بترمي نفسك في التهلكه. نفس القصه لو انت بس عشان خاطر عايز تستمتع، يعني عايز تتبسط، انت ممكن تقول لي عايز اخش البورصه عشان اكسب منها. لو ما عرفتش قواعد اللعبه ماشيه ازاي فانت بتآمر، خلصت. هنا في الحقيقه هي مش هياش حرام قد ما انت بتبقى حرمانيتك ان انت بتأذي نفسك قبل اي حد. وفي الحقيقه بعد شويه تقول ايه، البورصه حرام، انا خسرت فيها، ما عرفتش اكسب، دول بينصبوا علينا الى اخره من الكلام اللي بنسمعه في السوق مع الناس كثيره جدا. انا خسرت كل فلوسي في البورصه، ما ينفعش تكسب منها. خليني اقول لك حاجه افتكرتها دلوقتي، المشاهد اللي كانت بتيجي في الافلام القديمه زمان، انا خسرت كل فلوسي في البورصه وامسك قلبي وتلاقيه ميت بالمنظر ده. برضو ده انطباع سلبي شويه عن البورصه، الا انه البورصه ممكن تحقق منها ارباح لو انا فاهم قواعد اللعبه ماشيه ازاي. يا اخي انت لو بكل بساطه هتلعب بلاي ستيشن وعايز تلعب اي حاجه، لو تلعب كوره اللي هي اشهر لعبه في العالم كله، اول ما تيجي تقعد تقول لك ايه، علمني ازاي العب صح كده. لو هتقعد على ترابيزه وفي هنلعب بنك الحظ، قول لي قواعد اللعبه ماشيه ازاي. اذا عليك ايها المستثمر ايا كان، حتى لو هتبتدي، اعرف القواعد البسيطه للاستثمار، افهم فكره البورصه ماشيه ازاي. هل انت بس كل نفسك تخش البورصه، يعني انت كل حلمك في الحياه تخش البورصه، ولا انت في هدف ورا كده عايز تحققه؟ فلازم تفهم الميكانيزم بتاعها ماشي ازاي. طب وبعدين تعرف هل هم فعلا ينفع ياخدوا فلوسك؟ ما انتش عارف ان كل شركات السمسره اللي موجوده في البورصه المصريه مرخصه من الهيئه وتحت الرقابه الى اخره. اذا ما فيش الفكره دي، طب ايه اللي بيحصل؟ انت ممكن تكون خدت مخاطر عاليه جدا لدرجه ان انت متصور تقدر تحقق ارباح في ثانيه او هبقى مليونير في يوم وليله، وده في الحقيقه مش موجود. يعني فكره الاعلان اللي دايما بيجي في التلفزيون، هذه الفراري ربحتها من التداول، ده في الحقيقه انا ببيع لك حلم. هل ده حقيقي؟ انا عايز اقول حاجه، ان انت لو تقدر تبقى مليونير في اقصر وقت ممكن كنا احنا لعبناها باسهل ما يمكن، ولكن الاستثمار، وده من عظماء الاستثمار في العالم، قال لك الاستثمار سهل جدا ولكن طريقه ممل، محتاج الصبر. فالصبر ده محتاج تصبر كتير عبال ما تقدر تشوف ناتج. هل ده معناه بقول لك استنى 10 15 سنه؟ لا، في الحقيقه بس انت محتاج يبقى في عندك استدامه ونمو نتيجه خطه انت تتعلم ازاي تعملها قبل ما تفهم فكره مثلا تحليل فني او تحليل حتى مالي. يعني لا هو ده اللي هينقذك ولا ده. انت ممكن تبقى فهمت، بس اعملها بقى ازاي، اتصرف فيها ازاي، افهم السوق ماشي ازاي، ايه اللي دلوقتي جه عليه الدور، هل ده دلوقتي دور البورصه ولا غيره. اذا في حاجات كثيره جدا لازم تبقى واعي بيها. اعرف قواعد اللعبه، سهل تستثمر، سهل تكسب، بس اعرف الوصفه ماشيه ازاي. وبعدين بقى هل هي حلال ولا حرام؟ حلال، ده سوق ماشي كويس جدا ما بين البياع والمشتري.
انت بتخش تشتري يعني متآمل في المستقبل ان يكون عندك ربح، فانت اذا بتراهن او بتستثمر الان، بتشتري الان عشان امن ان المستقبل يكون فيه فرصه اكبر. انا اعتقد انه فكره الحلال والحرام هي حرام لما تبقى انت ما انتش فاهم بتعمل ايه وداخل مجازف وخلاص، فانت اول واحد بتاذيه هو نفسك، فحرام عليك نفسك. انما لو تعلمت قواعد او اصول اللعبه بأبسط ما فيها، انت على الاقل هنا اخدت بالاسباب. اذا انا اعتقد في اللحظه دي مشيت بالاصول بتاعت اللعبه، ما فيش فيها حرمانيه خالص، هي حلال حلال حلال. طب اضيف بقى على الكلام حضرتك، اتفضل. اللي نقدر نستنبطه ان هو ده السبب الرئيسي اللي خلانا على الرغم من الصعود الكبير اللي حصل الفتره اللي فاتت في البورصه، كنا بنلاقي الناحيه الثانيه في ناس كتير بتشتكي ان هي خسرت ارقام كبيره. صحيح. فمن الواضح يعني البورصه بتكسب كتير، وبنسمع ارقام بتطلع لفوق. صحيح. بنلاقي ناس كتير قوي بتخسر. صحيح. فواضح ان هو الموضوع قله خبره، قله معرفه، صحيح. قله تعلم، الناس مش عارفه هي بتعمل ايه. فهو زي ما حضرتك ذكرت، هو معاه مبلغ بيحطه في البورصه على امل ان هو يكسب او ان هو يحقق حلم الفراري اللي احنا كنا بنتكلم عنه. خليني اقطع معاك الحته دي واقول لك انه مثلا دايما يقول لك ايه، انا سمعت مش عارف مين طالع، قالوا لي مش عارف مين، قريت بصيت على الفيسبوك. طبعا الفيسبوك اكبر قاعده ممكن تقرا فيها جروبز كتير جدا وتوصيات، والسهم الناري والسهم الانتحاري والسهم الفراري وتسمع كده وكأن طبعا يديك حلم انه فكره ايه، انا هوب تبقى فوق. طب انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ واللي بيبيع لك الحلم ده، انا ليه ببيع لك الحلم ده فور فري كده يعني؟ ما هو نفكر شويه. طيب في الحقيقه دايما المتدربين عندنا دايما بقعد اقول لهم مين اللي سايق السوق دلوقتي؟ ايه السايكولوجي اللي موجوده؟ هل هي سايكولوجي للمشتري ولا للبياع؟ الثيران ولا الدببه؟ ولازم تبقى فاهم مين اللي موجود. وبالتالي انا لما اجي الترند دي هي وظيفتها ايه؟ ترفع السوق. فده معناه ان انا كل ما احط معاها فلوس هي هتكسبني لوحدها. عارف هقول لك ايه برضه جه دلوقتي في دماغي كده حاجه لطيفه جدا. عارف زي الفلاح اللي بيزرع الارض، هو وظيفته ينقي الوقت المناسب للزرع بعد ما يقلب الارض ويحط البذره بالظبط. يحصل ايه بعد كده؟ يروي وينتظر الزرعه تطلع لوحدها رباني. بعد ما تطلع الزرعه رباني والى يخلص الموضوع يقطف في وقت معين. انما ما انتش مطلوب منك تقعد تشد الزرعه وافضل ملاحظ مش عارف ايه ولا لا يحصل كذا. طب انا بشوف ناس بتفضل شايله هم الاستثمار او شايله هم المضاربات لدرجه انه الفلوس حتى لو كسبها بيصرفها على عيال. يعني طب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني بص الكبار المستثمرين، هل الموضوع ما يستاهل كده؟ يا سيدي الفاضل انت داخل البورصه عشان تسيب الفلوس تشتغل عندك، مش انت تشتغل عند الفلوس. انت المفروض استثماراتك تعمل من اجلك، مش انت تشتغل عند فلوسك، انت بس راعيها. افهم بقى قواعد اللعبه ماشيه ازاي، ده يقودك لمرحله نحو الهدوء النفسي ورؤيه افضل باداء ابسط يعني. بس طب خليني اقول لك ان انا حد قريت عن البورصه جديد، ما اعرفش اي حاجه خالص. اشهر حاجه واول حاجه بنقراها مؤشر اي جي اكس 30 مكتوب قدامنا. وللاسف اللي انا اكتشفته ان في بعض الناس بيبقى عندها بورتفوليوز او محافظ، في بعض الناس بينزل ابلكيشن لشركه ما او اخرى وبيستثمر وهو مش عارف اصلا معنى اي جي اكس. تمام. والمصطلح بالنسبه له مش واضح. فلو توضح لنا المصطلح. خليني اقول لحضرتك حاجه. المؤشر ال30 وفي كمان المؤشر ال70 وفي كمان المؤشر ال100. البورصه فيها حوالي 280 الى 320 سهم، اللي شغال منهم حقيقي حوالي 180 سهم، يعني ممكن نقول 150 سهم. البورصه عامله تصنيف لهذه الاسهم، واخده افضل 30 شركه وحطها في مؤشر اسمه المؤشر ال30، وده المؤشر الرئيسي. وهي غالبا دلوقتي غيرت التصنيف وخلته المؤشر الاكثر نشاطا وسمته المؤشر المئوي اللي هو المؤشر ال100 الايجكس 100، وده يشمل ال30 زائد ال70. اذا لو انا بتحسس خطايا الاولى، فانا عليا اخش في الاسهم القياديه الكبيره اللي هي ممكن تبقى فيها دفاعيه، اللي هي غالبا بتاخد كريمه السوق وهي طالعه، اللي هي بيبقى غالبا فيها افضل اسهم في افضل القطاعات. ما اروحش بقى الاسهم مضاربيه انا مش عارف بقى مين فيها ولا ايه اللي بيحصل، على حلم الثراء السريع. تمام. وبالتالي اقدر اخش جوه المؤشر ال30. ينفع اخش جوه المؤشر ال30. ده معناه ان جوه المؤشر ال30 افضل 30 شركه من حيث الاداء، وهم غالبا اول 30 شركه بيبتدوا يطلعوا مع المؤشر ال30. لما اشوف المؤشر ال30 طالع مستمر في اتجاه صاعد، حقق الاتجاه الصاعد بالفعل، ده معناه ابتدي ادور جوه على فرص. وغالبا اشهرهم على سبيل المثال
تجاري الدولة، وثيقة استثمار، وانا دايما بقول عليه الحصان الاسود للبورصة المصرية. ده تقدر تحقق فيه معدل ارباح وانت هادي نفسيا. في الحقيقه البورصه عملت كمان حاجه لطيفه جدا، عملت حاجه اسمها المؤشر 30 الاي تي اف، ده وثائق استثمار. لو انا بحلل المؤشر بس وخايف اشتري سهم من الاسهم اللي داخل المؤشر فما يشتغلش بنفس اداء المؤشر، تقدر تشتري المؤشر نفسه كوثيقه استثمار او شبه شهاده استثمار. وبالتالي لما اشتري وثيقه الاستثمار الاي تي اف ده معناه اكني اشتريت المؤشر 30 نفسه. اذا لو تم يقول لك ايه تم، او يقول لك بنقولها كده مثلا تحول المؤشر ال 30 الى اتجاه الصاعد ويستكمل رحلته الى مستهدفات كذا وكذا وكذا بارقام مثلا فيها نسبه ربح حوالي 20 30%. اذا انا لو اشتريت وثيقه ال 30 الاي تي اف انا ضمنت قصادها 30%. خلال الفتره الزمنيه ممكن 3 أو 4 شهور، انت لو قدرت تحقق معدل النمو 30 40% خلال 3 4 شهور، ده لو قررته في السنه 4 5 مرات، اذا انت في النهايه عملت حوالي 120%، يعني اكتر من البنك هيديهولك نفسه، اكتر من معدل التضخم نفسه. فانت مش محتاج كل يوم تبقى رايح جاي، ولا كل يوم ما تقعد تفضل طالع نازل معاها. وان كان ما بقولكش ما تعملش متاجرات، ده ياخدنا بالسؤال انت اعمل، بس امن محفظتك، حط ليها مستهدف هتحققه، وبعدين بقى لو نفسك تضارب ابقى ضارب. امن محفظتك، وبعد كده لو نفسك تضارب ابقى ضارب. الصح فين؟ يعني في حكمه كده كانت بتقال زمان، لا تضع البيض في سله واحده. اشتري اسهم كتير لشركات كتير، ولا استثمر في عدد اسهم قليل او في شركات قليله؟ يعني ايه الصح من وجهه نظر الدكتور هشام؟ انا اروح مثلا اشتري اسهم في 10 شركات او في 20 شركه، ولا اشتري اسهم في شركتين او 3 هم دول؟ تمام هقول لحضرتك حاجه. طبعا انا احيانا بشوف ناس عندها محافظ تيجي تفتح تحس انت فاتح الجورنال، يعني واخد بالك انت عنده 40 50 سهم. طب انا هسالك سؤال، لو انت عندك 40 50 سهم وشاري في كل سهم حته، يقول لك مقابل ايه؟ اصل ده لو طلع مش عارف مين، يمكن لو ده طلع اخد منه حته وده طلع. انا عايز اقول لك لو ده طلع وده طلع، انت مصغر الارقام قوي لدرجه ان كل واحد فيهم لو طلع 10% العائد على اجمالي محفظتك مش هيكمل 2 3%. وده بيديني ايحاء شديد جدا ان انت ما انتش قادر تظبط البورتفوليو وما عندكش رؤيه تحطها للمستقبل. مين القطاع اللي الناس بتبقى خايفه من الريسك، يقول لك يعني انا لما اوزع المبلغ اللي معايا او البلك اللي انا حاطه على اكتر من سهم فاحتماليه الخساره ممكن تبقى اقل. يعني اكيد مثلا ال10 شركات مش هينزلوا مره واحده مع بعض، فاهم قصدي؟ حلو قوي الكلمه دي. لكن لو انا في شركتين 3 و2 نزلوا، طب انا الريسك اكبر. انا معاك في الحته دي. خليني اقول لك حاجه، لو لا قدر الله زي اليومين اللي فاتوا دول مثلا كان في بانيك حصل في السوق مرتين ورا بعض، انت هتقدر تتابع 20 30 شركه مع بعضهم؟ مستحيل. ده مستحيل. انت متصور بقى وانت بتفتح سهم ورا بعضهم، اصلا انت في اليوم ده هتبقى تحت ضغط نفسي غير طبيعي، صح؟ اذا انا في قناعتي الشخصيه لاي حد مبتدئ، يعني نوع وما تكترش. يعني بالكتير قوي تبقى محفظتك فيها من 4 ل 5 اسهم، بحيث ان كل سهم يبقى شايل 20 25%. لما يعمل نقله خلال 3 4 اشهر ويقدر يديك 50% او 20% او حتى 10%، يبقى في عائد على المحفظه بتاعتك. انما لما عارف انت زي كده عنده ايه، كل واحد بتديله بوق، ما حدش فيهم شرب، ما حدش فيهم ارتوى. وهو ده دايما بتشوف انه ما توحد ادائك. طب وليه شاري في 30 شركه جوه قطاع واحد؟ ما تشتري يعني مين الجوكر جوه القطاع ده؟ طب انا عندي قطاع البنوك اللي ممكن يطلع الفتره الجايه، مين افضل بنك؟ يبقى التجاري الدولي، خش التجاري الدولي. فافضل مثلا في قطاع العقارات، مين افضل كذا؟ يا سيدي لو هتنوع قوي شركتين. اذا انا عليا تقسيم المحفظه كلها على 4 5 اسهم، ولو انا عايز اخش في قطاعين يبقى السهم نفسه هيتقسم على قطاعين. اكتر من كده يبقى انا بشتت نفسي، والعائد على المحفظه نفسه مش هيبقى مجدي، هتبقى بتشيل مخاطر بجد. اعمل حساب المخاطر قبل حساب العائد، لان في الحقيقه البورصه لما تتحول لاتجاه الصاعد بتكسب الكل. ده يديني مثال هنا بسيط جدا او صوره مصغره، زي عارف انت البحر كده وهو هادي والدنيا لطيفه، بيدي فرصه لكل الصيادين ان هم يحققوا بيصطادوا حلو قوي، صح؟ حتى اللي مبتدئ ولو طلع بس النار صغيره كده ب3 تعريفه ورماها هيطلع سمك كبير. في الحقيقه هو ده مش اداؤه، هو نتيجه ان الجو مساعده على كده. انما لو الدنيا ابتدت بقى تغيم والبحر ابتدى يعلى، في الحقيقه الصياد المحترف هو اللي ابتدى ياخد، اول ما ياخد باله يقول لك المخاطر دي ابتدت تعلى، انا كده بقى ممكن البحر يقلب عليا، يمشي بدري.
اللي مش محترف بقى بيفضل قاعد يقول لك لا ما يمكن تظبط، يمكن تعمل، يمكن يلف ويطلع، هياخدوا اسهمنا. الكلام بقى اللي بتسمعه اللي هم خسروني، دايما بيرمي على حد مش موجود ويرك نفسه. انا دلوقتي يهمني حاجه واحده، ودي بنتكلم لو تاخد بالك احنا بنركز على المتدربين عندنا، ان دايما نقول له الكلمه دي فاينانس كوتش، بص على المخاطر قبل العائد. لان لما السوق بيقلب اتجاه صاعد بيدي بكل بسهوله جدا. انت اي حاجه تشتريها هتطلع هتكسب، ما عندكش فيها مشاكل. يعني الفتره اللي فاتت دي خلال اخر 6 شهور اي حاجه كنت بتشتريها في البورصه المصريه كانت بتكسب. حتى لو انت مغمض حطيت صباعك كده على سهم ورحت شاري بكره الصبح انت كسبت فيه. انما لما ابتدت تحصل التقلبات والناس كان عندها امال تكمل، السوق لما ابتدى يقلب في بعض الاسهم ما طلعش، فحقق خسائر بقى في الفعل. هنا دي النقطه، ان انت ما انتش عامل حسابك على حجم المخاطر اللي تقف عنده، ايه الحد الادنى اللي اقدر استحمله. ودي نقطه مهمه جدا احنا بنفضل نركز عليه، ازاي امن محفظتي من الخسائر. دي نقطة مهمة لازم المستثمرين كلها يتعلموها. طب خليني اسالك في نقطه تانية في الحته. اتفضل. سهم ولا صناديق ذهب ولا صناديق استثمار؟ احنا بقينا نشوف دلوقتي ان القصه ما بقتش واقفه عند اسهم وسندات زي ما كنا بنسمع زمان. بقى في صناديق استثمار، بقى في صناديق ذهب، بقى في بلا 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 حاجات كتير تانية ابتدت تخرج. زمان كان المعروف انك بتخش بتختار سهم بتشتغل عليه وما الى ذلك، تحليل فني للسهم تشوفه هو هيبقى في حاله صعود، وفوركاستنج بقى او توقعات يعني للي جاي. تمام. النهارده بقى في نظام صناديق الاستثمار، حقيقي انهي احسن؟ هي مش انهي احسن، هو مين اللي هيشتغل. يعني مثلا انت فتره من فترات كان الذهب كويس جدا، في فتره لطيفه اللي فاتت دي ظهرت وثائق الاستثمار في الذهب، ودي كانت نقطه جيده جدا، ان انا اقدر اشتري وثيقه تساوي الذهب، ولو قعدت فيها استثمار 3 سنين بالتالي هي بتتحرك نفس نسخه من الذهب بالظبط. فبدل ما انزل الصاغه واشتري ذهب جنيهات او اشتري سبائك، اقدر اشتري وثيقه الذهب بالظبط زي ما كني حملت ذهب. طبعا هي تراجعت اليومين اللي فاتوا مع تراجع الذهب، بس هي هل الذهب بيخسر؟ عمرنا ما شفنا الذهب بيخسر. الذهب استثمار كان مربح جدا للغايه الفتره اللي فاتت، خاصه ان حصل تسعير لدولاري. ما تنساش ان نقطه، ودي شيء بالشيء يذكر، ان الذهب بيتسعر على 3 محاور مهمه جدا في مصر: التسعير العالمي، رقم 2 التسعير بالدولار، لما تيجي تقلبه بقى بالدولار بيساوي كام، ودلوقتي خلاص مبقاش فيه مشكله، انت مره ثانيه الاسعار بقت ثابته. والنقطه الثانيه الطلب والعرض المحلي. اذا انت دي الارقام المهمه. لو الذهب ابتدى يصعد عالميا فاوتوماتيك الذهب هيبتدي يصعد محليا، وهيبقى فيه ارتفاعات في الذهب. اقدر احط فلوسي في الذهب؟ انا شايف ان انت لما تيجي تستثمر استثمارات طويله الاجل طبعا، خاصه لو لقيت الذهب عالميا بيصعد، يبقى لازم يبقى في عندي جزء من الذهب. زمان كانت الناس لازم تنزل تشتري من الساعه سبائك الى اخره، النهارده تقدر تشتري وثيقه مماثله للذهب مباشره. ممكن بقى في صناديق تانية زي ETF زي ما اتكلمت من شويه، ده انت بتقدر تشتري نسخه من المؤشر وبالتالي بتامن نفسك بجزء تاني، واقدر بقى اشتري اسهم نفسها اللي ممكن تحقق لي اداء افضل من البورصه نفسه، بحيث ان لو المؤشر نفسه عمل 10% يبقى عندي في اسهم بتطلع 20 و30% ويبقى عندي عائد افضل. هنا بقى انت بتعمل تنويع جوه محفظتك. هل يمكن الاستغناء عن الذهب؟ انا لا اعتقد ان خلال ال5 سنين الجايين يمكن الاستغناء عن الذهب على الاطلاق، فهو ما زال الملاذ الامن ولا يمكن. وما تنساش ان في نقطه مهمه جدا، يعني نجيب ساويرس بجلاله قدره كان زمان بيستثمر في الذهب وبيقول انا حاطط نص فلوسي في الذهب، النهارده بطل يستثمر في الذهب بقى بيشتري منجم كله على بعضه، واخد بالك انت بالظبط، يعني جاب من الاخر الراجل يعني، وما بطلش. ده معناه انه رؤيته انه ما زال شايف ان المجال ده هو افضل مجال خلال ال5 إلى 10 سنين جايين، بيشتري منجم، واخد بالك انت. فبالتالي لازم تبص بقى، يعني انت شايف بقى هنا، طب لو الراجل ده بيقرا استثمار جيد، واحنا طبعا عارفين احنا مش بنقر عليه يعني ما شاء الله، الا انه لو هو بيبص على رؤيه استراتيجيه، ده مش بيراهن على بعد بكره الجرام هيبقى بكام، انما ده بيبص على حاجه تنقل ثروته تتضاعف اكثر من مره خلال الى 5 10 سنين. هو كان بيبص للكلام ده من 5 7 سنين فاتوا، وشوف النهارده الذهب راح فين، وشوف الفتره الجايه لو الذهب كمل صعود اعلى $2000 انت المستهدفات بتاعتك رايحه فين. تمام. ما تنساش ان انت برضو عالميا دلوقتي، يعني لو هنبص بقى على العالم كله، وده ما بقاش نقطه مهمه تانية، انه بقى صعب جدا ابص بس على البورصه لوحدها واعزلها عن العالم كله. انت بقى في حواليك تطورات عالميه موجوده اقتصاديا، يعني اقدر اقول ان هو في حركات جيوسياسيه موجوده، سواء بقى يعني جنبك او فوق عندك في روسيا اوكرانيا،
فلسطين، اسرائيل، الى اخره من الحركات، التطورات الاقتصاديه اللي بتحصل على مستوى العالم، كل ده انت مش في معزل منها، وبالتالي انت بتتحرك معاها. يبقى في يوم عندك طلب عالي جدا، وممكن يبقى في يوم تاني انصراف عنك. اذا انت لازم تبص طول الوقت في العالم بقى رايح فين. ما بقاش ينفع ابص بس البورصه المصريه ماشيه ازاي، لان هي مش ماشيه لوحدها. وما ننساش مره تانية ان البورصه عكست الفتره اللي فاتت التحوط وليس النمو، وبالتالي ممكن ابقى شايف الفتره الجايه انه في عندي بورصه زائد ذهب زائد حاجه تانية زائد حاجه ثالثه الى اخره. انا بص عليها ازاي، اتعلم افهم السوق رايح فين، مش المحلي فقط انما العالمي. الناس كلها بتتصرف وبتشتري ايه وبتستثمر في ايه. معنى كده او خلاصة القول ان الاستثمار في الذهب هو واحد من الملاذات الآمنة اللي ممكن نقول ان هي بتقلل المخاطرة او بتقلل الريسك. صحيح. على المدى الطويل هو ملاذ آمن او استثمار آمن، حتى لو انا حابب ان انا اشتري اسهم في شركات، مؤشر زي ما حضرتك ذكرت. بس طول ما في جزء في الذهب انا الى حد ما ضامن ان في جزء على المدى البعيد مش هزعل منه يعني. مش ده هيبسطك طول الوقت، هيبسطك. بقول لك كمان حاجه لطيفه جدا، حاجه مش موجوده يعني، خافيه شويه عند الناس: الذهب والفضه، الدينار والدرهم. الفضه الناس عينها مصروف عليها، الذهب بريق واخد الناس اكثر، ولكن اقدر اقول لك انه الفضه الفتره الجايه كمان هتعمل شغل قوي جدا. ودي هديه للناس اللي بتسمعنا، ان هم يقدروا يشتغلوا معانا في يعني مش يشتغلوا معانا، يقدر يبص عالميا على الذهب والفضه. انا اعتقد في فرص استثمار رائعه جدا خلال الفتره متوسطه الى طويله الاجل القادم. طب خلينا بقى ننقل، والشيء يذكر، احنا النهارده في عالم التكنولوجيا وعالم التطور والاي اي، الذكاء الاصطناعي. الاي اي دخل في كل حاجه حرفيا. اغلب الناس بقت تستخدم الاي اي في شغلها تقريبا في كل المجالات. من الاسئله اللي بتجيلنا واللي الناس بتسالها: انا راجل مستثمر ما عنديش من الخبره ان انا اختار انهي سهم او ان انا اعمل تحليل فني وخلافه، فهل الاي اي او الذكاء الاصطناعي يقدر يقوم بالدور ده؟ هل ينفع انا اطوع الذكاء الاصطناعي ان هو اللي يستثمر لي فلوسي او هو اللي يدير المحفظه الاستثماريه بتاعتي؟ صحيح طبعا، خلينا نقول ان ده صحيح، ولكن صعب تطبيقه حاليا، يعني مش موجود يعني في مجال البورصه. انما انت بتأجر ريبورت الكتروني وبتحط فيه تريدنج سيستم، نظام تداول. مثل التداول الالكتروني انه او التريدنج سيستم انه خالي من المشاعر. انت بتغذيه بنظام الكتروني معين بناء على حدود معينه او اوامر ثابته، هو ملوش دعوه، هو بياخد عليها قرارات. في الحقيقه في بعض الشركات عالميه ظهرت في هذا الموضوع، وبعدين بتبتدي تقول لك احنا التريدنج سيستم بتاعنا او الريبورت بتاعنا بيحقق كفاءه 70%، 80%، 90%. انما ما فيش ريبورت بيحقق 100%، مستحيل يعني، لانه يحقق 100% ده معناه انت قدرت تعي ماذا سوف يحدث في المستقبل، ولا يعلم الغيب الا الله. حتى من اولى قواعد التحليل الفني يقول لك انه الا الاحداث اللي احنا ما نقدرش نحكمها، يعني الله غالب، لا حول ولا قوه الا بالله. كورونا مثلا. بالظبط. انما انت بتقدر تتصور الى نسبه 70% هيحصل ايه. وفي الحقيقه البشر العاديين احنا بنقدر ندرس لغايه 70% و80%. انما المشكله لما بتخش المشاعر بتخليك تتصرف تصرفات مختلفه. الروبوت مالوش دعوه بالكلام ده، ما عندوش مشاعر، هو انت بتديله اوامر مستمره هو بينفذها. فلما يشوف كذا وكذا وكذا باي يروح داخل شاري، لما يشوف كذا وكذا وكذا يبقى ساري يروح داخل بايع، بغض النظر عن المشاعر على الاطلاق. هنا يبقى خروج، هنا يبقى دخول، حتى لو دخل وخرج ودخل وخرج، او باع واشترى وباع واشترى في نفس المكان اكتر من 3 مرات، هو ملوش دعوه، هو بينفذ امر وخلاص. وبالتالي ممكن يبقى في جزء منها بعض الخسائر، ولكن بيلعب دايما انه لما بيشوف اوردر منهم ان واحده منهم هتبقى بيج موف، فالبيج موف دي يكسب منها كتير تغطي كل الخسائر اللي حققها. عكس ان انت تبقى بتتداول بمشاعرك فتقول لا يا عم انا خسرت 3 مرات مش داخل تاني، فتبقى الدخله دي هي اللي تروح عامله معاك البيج موف فتخسرها، وتيجي تروح داخل في اخرها فتروح واخداك وراجعه. المشاعر هنا لما للاسف بتتدخل بتخلي المستثمر يتحول الى نظريه المقامر، او ينتابه شعور انه انا مش عارف اتصرف ازاي، مش عارف راسي من رجليا. الريبورت هنا يحل المشكله. بس هل ده موجود في مصر؟ في الحقيقه لا. انما في عندنا تريدنج سيستمز في موجوده على منصات كثيره جدا وبتساعدك انت بنفسك. بعض الشباب دلوقتي الكثيرين وشفناهم وكانوا موجودين معانا بعض المتدربين بيقدر يعمل اكواد بسيطه جدا تساعده في اتخاذ القرار. دلوقتي دي شراء، دلوقتي دي بيع،
دلوقتي دي شراء، دلوقتي دي بيع. بس انت بقى بتعمل ايه؟ بتاخد الامر اللي هو بيقول لك عليه ده، انت بتروح تنفذه في شركه السمسره. بره الدنيا مختلفه شويه، انت بتدي له حسابك اليوزر نيم والباسورد، وهو اوتوماتيك ينفذ لك يشتغل بناء على ايه؟ على السيستم اللي انت بتقول له عليه، بس مش اكتر من كده. بس يعني هل الاصح من وجهة نظرك ان انا النهارده ما عنديش اكسبيرينس، ما عنديش الخبره الكافيه، مش عارف ايه اساسيات الاستثمار في البورصه، اعتمد على الاي اي قبل ما اكون اتعلمت اصلا؟ لا، انا لا اعتقد ان هذا جيد، الا لو في حد لازم يبقى متابع لك الموضوع. اصل في الاخر انت هتشتري ريبورت بناء على ايه؟ او هتعمل تريدنج سيستم بناء على ايه؟ انت عايز ايه؟ فلازم بتجاوب بعض الاسئله. فلو انت ما عندكش الحد الادنى من ثقافه الاستثمار، فانت مش هتعرف تعبي الريبورت او تبرمج الريبورت بناء على الطلبات اللي حضرتك عايزها. لان انت غالبا بتقول له، هو بيسالك شويه اسئله في الاول. هو لو هنفترض ان الريبورت موجود قدام حضرتك دلوقتي، فهو لازم يسالك انت كمستثمر بتفضل ايه؟ انت كمستثمر تقدر تستحمل مخاطر قد ايه؟ انت كمستثمر عايز تشتغل فتره زمنيه قد ايه؟ انت فاهم السوق اللي شغال قدامك ده ولا لا؟ طب انا هخش انهي نوع من الاسواق؟ هل هي اسواق اسهم ولا سندات ولا فيرتشوال كارنسي زي البيتكوين الى اخره؟ طبعا هو في البيتكوين وفي العملات الافتراضيه دلوقتي البوتات شغاله او الريبورتات شغاله بشكل مرعب. اجر ريبورت واشتغل وتمام زي الفل. انت ممكن تجرب، فيجي بيقول لك خد فتره وتجرب. هل ده هيغني عن التعلم؟ انا اعتقد انه هيبقى ليه حدود، الا لو تطورت بشكل كبير جدا وبقت شامله اشياء كثيره جدا انا ما اقدرش احكمها دلوقتي. انما لو قدرت تشتغل بشكل انه يحقق لك 70 و80%، خلاص انا في الحقيقه هبقى ممكن اقدر ريبورت وراح دماغي ما اشتغلش ما اتعلمش. انما في البورصات ده هينفع؟ انا لغايه النقطه دي ما اقدرش احكم في الحقيقه اذا كان هيقدر يشتغل في البورصات ولا لا. انما مره ثانيه التريدنج سيستم موجود في البورصه. يظل كلمه اخيره، احساس البني ادم لا يمكن الاستغناء عنه في الاول وفي الاخر، مستحيل. يعني يفضل احساسك بالموضوع لازم يبقى موجود. انما هل ينفع يساعدني؟ انا ما اقدرش. لازم اقول كلمه مهمه جدا هنا، كلمه انه الذكاء الاصطناعي هيقعد ناس في البيت، لا. انما الذكاء الاصطناعي هو ادوات بقى لازم علينا نستعملها تساعدنا في اتخاذ القرار. انما فكره انه التخويف انه الذكاء الاصطناعي هيلغي وظائف، لا. على قد ما هيلغي وظائف هتتولد وظائف مضاعفه للوظائف اللي اتلغت. شوف كم وظيفه اتوجدت دلوقتي على الانترنت. انا مش بعيد عن المجال، ولكن بص بقى انا ازاي اوظف الاي اي بناء على ثقه او بناء على معلومات موجوده جوايا لازم ابقى عارف بيها. مستحيل ان انت تبقى جاهل بالامور تماما وتقول انا هعمل كذا. اذا هيبقى في بينك وبين الامور او بينك وبين الاستثمار ده فجوه. يعني وكاني جاي اقول لك ايه، انت جاي تفتح مشروع كذا، خلاص خد فلوس انت وشغلها. انا لا ادري بما هذا، خلاص حط فلوسك بقى في البنك وخلصت القضيه على كده. فانت ما تعرفش الامور شكلها هتبقى ماشي ازاي، وانت راضي بقى باللي بيطلعه لك، كسب خسر الى اخره. ما انتش يعني انا مستصعبها شويه. هل ده ليه علاقه بالبورصات؟ الى الان ما شفتش بوت اشتغل على بورصه، انما شفته اشتغل على الاسواق الافتراضيه. تمام؟ قد ايه لسه ما حدش قال ان دي لسه الامور في اولها. هيوصل لغايه فين؟ احنا لسه الاي اي بيقول يا هادي. هل يجب الاعتماد عليه كليا؟ لا. هل يجب استخدامه؟ هل يجب الاستفاده منه؟ هل يجب ان انا ما اتعلمش واسيبه هو يسوق؟ لا، ما ينفعش. هيفضل الاحساس البشري والقدره على الاحساس بالاشياء لا يمكن الاستغناء عنها على الاطلاق. يعني معنى كده ان هو عامل مساعد او تول من ضمن التولز اللي انا بستخدمها في اي حاجه بقى، سواء في الاستثمار او في خلافه يعني. طيب الاحساس البشري، الخوف. وعلى طول حتى معاك جشع. يعني الجشع كده كده معروف نهايته، بس انا بشوف ان الاصعب من الجشع، يعني معروف ان الطماع دايما هو يعني النتيجه بتبقى واحده يعني. بس الخوف انا وجهه نظري انه بيضيع فرص. يعني ممكن تكون انت دارس الموضوع كويس، عامل تحليل فني كويس، متوقع بشكل كويس، ولكن يبقى الخوف. واحنا بنتكلم حضرتك ذكرت قلت انا ممكن اكون في سهم واثنين وثلاثه نزلوا معايا، فاجي في المره الرابعه اللي المفروض هي هتصعد اخاف فارجع. انت فاهم قصدي؟ ففكره الخوف، بما انك ليك باع كبير في الموضوع ده، تنصح الناس بايه؟ الناس اللي بتستثمر النهارده كل حاجه فيها ريسك، تمام، بس المفروض يبقى فيه بالانس. نعمل البالانس ده ازاي؟ كل حاجه فيها ريسك، كلمه حلوه قوي عجبتني يعني. اصلا وجودنا في الحياه فيه ريسك، فانت لو قعدت تفكر في الريسك
طب ما انا وانا بعدي الشارع في مخاطره، وانت راكب العربيه فيها مخاطره، وانت رايح الشغل في مخاطره، وانت جوه الشغل كموظف فيها مخاطره. اذا حياتك فيها جزء من المخاطره، بس انت في الحقيقه متقبله وشغال معاه. الخوف هنا في الحته دي في البورصه في نوعين. في خوف مثلا لما بتبتدي تحقق خسائر انت تبيع، اقول لك بيع، فيجي تقول لي لا ده انا كده هحقق خساره، فتخاف تحقق خساره صغيره فتخسر اكتر. طب خش يقول لك لا انا خاف للسهم يرجع بيا، فتفوتك الفرصه وتخسر برضه. اذا هي الفكره انت ما عندكش نظام تداول جوه دماغك، ما عندكش فيجن، ما عندكش رؤيه اتصرف ازاي. وده برضه بنعلمه المتدربين عندنا، انه انا اتصرف ازاي في كل الحالات. انت الفكره فين؟ ان انا طول الوقت بتتدرب خلال البرنامج عندنا، وانت ادرى بهذا، انه فكره لما يحصل ايه اتصرف ازاي. فما تخافش، لانه الخوف موجود طبيعي معاك، وبالتالي ما خافش من تحقيق الخساره لان انا عارف ازاي هعوضها، وما خافش لو السوق قلب عليا، بحيث ان انا ازاي ادير المحفظه فاحقق اقل خسائر، واذا كسبت اقدر اركب الموجه. انت طول الوقت بتتحرك في الحقيقه، لا يمكن اغفال الاحساسين، الطمع والخوف. انت طول الوقت باي بني ادم بيتحرك بينهم. الطمع يخلي الناس ما تشوفش المخاطر فتخسر اسرع، والخوف يخلي الناس ما تشوفش الفرص فتخسر برضه. بس الفرق فين؟ ده بيخسر فلوس وده بيخسر فرصه، فده قاعد فلوسه معاه ما بيستثمرهاش، وده فلوسه في جوه فبتقل منه. التوازن بين الاثنين. دايما عندي كلمه كده كنت بقولها للناس، اقول له اذا اشتهيت كفيت. لو لقيت ان انت نفسك هتاكلك قوي وخلاص بقى هي دي، ولاقي السوق هيكمل والدنيا، اعرف ان انت هنا في عندك حاله من الطمع مخليك مش شايف جزء من المخاطر، اطلع. ولو انت طول الوقت عمال تقول لا ده انا خايف والدنيا واحتمال، حط القواعد بتاعه التداول قصاد عينيك، حط المخاطر قصاد عينيك، بص على الفرص قصاد المخاطر، حط حد ادنى من المخاطر وشوفه، وابتدي يخش بجزء ورتب محفظتك. هنا انت كسرت حاجز الخوف من جواك وعديته. يبتدي بقى شوف السوق بيتحرك ازاي وتحرك معاه ديناميكيا. احنا دايما بنقول للمستثمرين عندنا في عندك حد ادنى رقم 10%، حصل عندك خساره انت بتوقف خسائرك وبتطلع بجزء من محفظتك، وده بندرب عليه الناس عندنا. اذا انت طول الوقت بعلمه ازاي يكسر خوفه وازاي يخاف من طمعه، تمام؟ وبين هذا وذاك بقى الناس كلها بتتحرك يعني. اخيرا وليس اخرا، واحنا اتكلمنا كتير عن ان اهم حاجه نقدر نوصل بيها لاداء السهم هي التحليل الفني. ايه هو التحليل الفني للناس اللي مش عارفه؟ وايه الفرق ما بين التحليل الفني والتحليل المالي؟ الخناقه اللي موجوده في العالم كله ما بين التحليل الفني والتحليل المالي. فنبذه صغيره كده سريعا بحيث الناس تعرف انا بقيم السهم بناء عليه. خليني اقول لحضرتك حاجه. انا واحد من ضمن الناس اللي بقول انا ضد فكره انه التحليل الفني VS التحليل المالي او ده مقابل ده. لا، انا شايف ان دي انواع من انواع التحليل مختلفه، لان احنا الاثنين سواء المالي او الفني بيقيموا نفس البرودكت. اذا انت لما تيجي تقول انا ماليا شايف انه في ابسايد بوتنشال او في فرصه للسهم ده بكذا، برضو التحليل الفني بيقول لك انه التارجت كذا على نفس الفتره الزمنيه. وفي الحقيقه دايما بقول ان لو الرقمين اختلفوا التحليل اختلفوا، ده معناه لا معناه ان التحليل المالي غلط او الفني غلط، ده معناه الواحد في الاثنين قاري غلط، تمام؟ والاثنين ليهم نفس يعني كل واحد فيهم ليه ادواته اللي بيستعملها. وبالتالي النقطه المهمه جدا الاثنين بيكملوا بعض، واحد بيديك القيمه واحد بيديك التايمنج. فتره زمنيه فاتت كنا عندنا سنه 21 و22 كان السوق مرمي في الارض، صح؟ كان كل الاسهم القياديه اندر فاليو، كان كل التقارير الماليه طالعه تقول لك انه في اتليست ابسايد بوتنشال او كان في فرص استثمار تفوق ال 40 الى 60%. كان في حد باصص على السوق؟ كانت الناس منصرفه تماما. اذا ممكن التحليل المالي يقول لك ان في فرص، في فاليو، بس الناس مش شايفاها، وده المهم. هل الناس شافت الاشياء ولا لا؟ تمام؟ مجرد ما السوق ابتدى يتحول الى الاتجاه الصاعد، التكنيكال قال كلمته ده تايمنج، دي وقت شراء. اذا التحليل الفني بيديك التايمنج امتى الوقت، والتحليل المالي بيديك الفاليو. اختار بقى الاسهم اللي التحليل المالي شاور عليه. اذا الاثنين بيكملوا بعضهم البعض، مفيش حاجه في الدنيا حاجه واحده بس هي كامله مكمله، مفيش كمال لله وحده. يعني حاشا لنا حد يقول ان هو انا كامل المكمل، مفيش حاجه اسمها. اذا حد قال لك كامل المكمل فهو نقص، يعني خلصت الحدوته. فبالتالي المجالين سواء التحليل الفني او التحليل المالي هم يكملوا بعضهم البعض. واحد بيديك الفاليو ده ليه قصته، وانتم طبعا يعني لكم باع طويل في مدارس التحليل المالي جوه فاينانس كوتش،
والتحليل الفني انا شرفت بان انا الحق بهذا الركب اخيرا. احنا عملنا يعني برنامج حلو قوي الحمد لله، نجح مع اكتر من يعني اكتر الحمد لله ما شاء الله ولا قوه الا بالله في فتره زمنيه. وبالتالي علمنا الناس ثقافه ان انا اختار التايمنج بتاعي ازاي صح. ممكن يبقى التحليل المالي يجي يقول لك ان الوقت ده اصبحت الاسهم اوفر فاليو، اعلى من قيمتها، ولكن الناس عايزه تشتري. هتعمل ايه؟ زي حتى المثل بالبلدي بيقول لك كده، حسن السوق ولا حسن البضاعه، صح؟ مظبوط. انت بقى هنا بتتعلم، يبقى انا محتاج الاثنين مع بعض، محتاج الفني اشوف التايمنج بتاع السوق ماشي ازاي، ومحتاج المالي اقدر اشوف الفاليو الدنيا ماشيه ازاي. طب خلينا نختم بقى يا دكتور هشام باخر حاجه. يمكن اي حد النهارده سمعنا او شافنا اتفرج علينا ممكن يكون بيسال نفسه سؤال: ابدا منين؟ انا حد ما استثمرتش قبل كده لا في البورصه ولا غيره، ما عنديش اي خلفيه خالص. الكلام اللي انتوا قلتوه النهارده يا جماعه كلام حلو وجميل وكتر خيركم، بس ابدا ازاي؟ انا عايز استثمر. الاستثمار من وجهه نظري الشخصيه هو مش مقفول على الناس اصحاب الخبره او اصحاب الكفاءه. مش شرط يكون انت المجال بتاعك انك بتشتغل في الاستثمار، ولكن اعتقد ان الاستثمار مجال مفتوح لاي حد. صحيح. اي حد عايز يستثمر ما عندوش الخبره، عايز يعرف النو هاو. اقول له ايه؟ اولا لازم يستثمر في نفسه ويتعلم، فيجي ياخد كورس عندنا في فاينانس كوتش. ده ماركت لك. لا ده حقيقي والله، يعني انا الحمد لله رب العالمين، يعني انا اعتقد انه في ناس كتيره جدا بتبص يعني علينا سواء بقى في لينكد او على الفيسبوك، هيبقوا شايفين راي الناس عامل ازاي. لازم تتعلم في الحقيقه، لازم تتعلم. استثمر في نفسك الاول، افهم اللعبه ماشيه ازاي، اتعلم الوصفه، هتعرف تعمل فلوس. ده شيء مهم جدا. هل الاستثمار مفتوح للناس كلها؟ انما ينفع جازف فرمي نفسي في الميه كده على طول؟ يا اخي ده لو انت قررت تخش تعمل، انا عايز اعمل اتعلم الدايفنج، عايز انزل في البحر واغطس، لازم يبقى معاك الزعانف والنضاره والاكسجين بتاع، ولا هترمي نفسك كده وخلاص؟ ما تضحيش بفلوسك، لان فلوسك هتبقى في الاخر انت تعبت فيه. فبالتالي اتعلم ازاي تشغلها، اتعلم ازاي تستثمرها، افهم المكنه دي شغاله ازاي، وبعدين بقى ابتدي شوف الدنيا ماشيه ازاي. انا اعتقد ان انت لازم اول خطوه تاخدها ايها المستثمر انت تتعلم ثقافه الاستثمار. وفي الحقيقه مصر فيها مشكله انه ثقافه وعي الاستثمار ضايع عندنا شويه، يعني احنا بعاد شويه عن الموضوع ده. معلوماتنا عن البورصه ان انت تخش تضارب وزي ما تيجي. دي نقاط لازم انا اعتقد انه المستثمر لازم ياخد باله منها. والفترة الجاية انا اعتقد حصل وعي مجتمعي كبير جدا، خاصة الناس كتير خدت بالها من اللي بتحصل، سواء بقى التغيرات القوية على الذهب، على العقارات، على البورصة نفسها. الشباب اللي طلع جديدة عندها ثقافة عايزة اتعلم ايه اللي بيحصل، وبالتالي انا شايف انه لازم يستثمر في نفسه. استثمر في نفسك اولا، وبعدين هتفهم اللعبه ماشيه ازاي، هتعرف تحقق فلوس بعد كده. دي نقطه مهمه جدا. غير كده انا اعتقد انت ماشي في طريق غلط. جو اجرب بنفسي، فانت بتجرب بفلوسك. طب ما انا استثمر في نفسي، انا اعتقد هتقدر تقطع شوط اكبر في زمن اقل. وفي نقطه مهمه جدا، احنا عندنا في ميزه ان احنا حتى بعد البرامج لما بتخلص ما بنسيبش المتدربين، بنفضل معاهم واحده واحده لغايه لما يقف على رجليهم ويبقى فعلا قادر يدور محفظته بشكل كامل، بشكل شخصي معتمد على نفسه يعني تماما 100%. دي النصيحه اللي اقدر اقولها للناس يعني، بس مش اكتر من كده. طب لو اتكلمنا عن المده، انا واحد النهارده الاكسبيرينس بتاعتي زيرو، ببتدي من الصفر، ما اعرفش اي حاجه عن البورصه، هبتدي اتعلم. ومعايا مبلغ معين زي ما حضرتك قلت، اكيد اي حد معاه فلوس اكيد تعب فيها. في مده قد ايه اقدر يبقى عندي محفظه واقدر ابقى بستثمر في فلوسي بنفسي، قادر ان انا اتحكم في المحفظه بتاعتي، قادر ان انا اقيس حجم المخاطر، امتى زي ما قلنا اشتري، امتى ابيع، وما الى ذلك. متوسط مده، طبعا في فوارق فرديه ما بين كل شخص والتاني، واستحاله يكون في قاعده ثابته. ده صحيح. بس لو احنا هنقول افريج متوسط، ان انا النهارده هتعلم سواء يعني مع فاينانس كوتش او في اي مكان تاني، يعني كل واحد له مطلق الحريه ياخد الواي اللي هو حاببها يعني. تمام. بس متوسط المده اللي اقدر من خلالها اقول لا انا النهارده اقدر ابدا، واقدر ابتدي بايه، اركز على ايه، المفروض ان انا اتعلم ايه بالترتيب. طيب خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. احنا دايما بيجي لنا احيانا بعض المتدربين ويجي يقول لي ايه، انا زيرو بورصه، افتح بكره اخش احط فلوس. دايما بقعد اقول له ايه، ما تحطش فلوس دلوقتي لغايه لما على الاقل نعدي 50% من الكورس. تمام. هو اوتوماتيك بقى يقول لي تصدق ده انا ابتديت افهم. هو اول ما ابتدي يفهم افتح بقى،
انت طبعا سهل انت تفتح حساب في اي شركه سمساره ايا كانت. ابلكيشن النهارده كثيره دلوقتي الابلكيشنز، كل الشركات دلوقتي بتقدم، شركات سمساره غالبا بتقدم نفس الخدمات متشابهه متفاوته قليلا، ولكن كلهم في نفس الحيز. وبعدين حط فلوس. طيب اول ما احط فلوس اشتغل على طول؟ ما تشتغلش الا لما تبتدي تتعلم على الاقل ABC، قواعد الاساسيه للاستثمار. وبعدين هل اخش في مضاربات؟ لا، خش في اسهم استثماريه قويه داخل المؤشر ال30. ده غالبا هياخد منك فتره قد ايه؟ بالقياس وحسب التعلم، زي ما احنا دلوقتي شغالين بقالنا فتره الحمد لله رب العالمين، وحسب اللي انا شفته قصاد عينيا من المتدربين بشكل حي، احنا غالبا بناخد حوالي من شهرين 3 اشهر. خلال ال3 اشهر انا بلاقي ناس فعلا بيجوا يفاجئوني احنا اشتغلنا. في ناس فعلا الحمد لله جت معايا وقالت احنا حققنا ربح، والسوق كان مساعد والدنيا كانت كويسه، احنا طول الوقت بنقدم لهم دعم وبنساعدهم. فاحنا بنتكلم من شهرين ل3 اشهر. خلال فتره الكورس ده انت بتكون قمت على حيلك، لان انت طول الوقت بعلمك ازاي تبص على الارقام، ازاي تقرا الاحداث، ازاي تجيب الاخبار. احنا بنعلمك، يعني انا بخليك انت بنفسك تبص على الدنيا بعينيك، وفي نفس اللحظه انا ببقى متابعك لغايه لما تقف على حيلك بقى، بحيث انت تبقى يعني انت بتلعب ان انت دايما بتقف مع كمنتور، وانت طول الوقت بترشده للسكه، مش لغايه ما يقول لك شكرا انا مش عايز حاجه، انا عرفت امشي على رجلي. انت بتاخد حوالي فيها 2 إلى 3 اشهر. بعد كده غالبا المستثمر بتلاقيه ابتدى ياخد خطواته طول ما السوق ماشي مستقر، يبتدي بقى يحتاج لك في حاجه. طب الدنيا حصل فيها ايه؟ طب ازاي ده لو حصل تقلبات عنيفه؟ فطبعا بتلحق الناس على قدر المستطاع. انا اعتقد انه من 2 3 اشهر كافيين جدا انه على الاقل يبتدي يتحسس اولى خطواته. شرط انه ياخد طبعا البرنامج مع فاينانس كوتش، ده شيء مهم جدا. طب من هنا تنصح الناس كلها ان النهارده زي ما اتكلمنا حضرتك قلت يعني ان كل الشركات النهارده عندها ابلكيشنز، اي حد النهارده من خلال الموبايل. الموضوع ما بقاش زمان يعني كنا نشوف في الافلام المكالمه وقالوا اشتري وبيع، والقصه النهارده اختلفت تماما. انت بتخش على الاب كانك بتعمل اوردر من طلبات بالظبط، ده اسهل. بتضغط اشتريت، بتضغط بعت. فاعتقد لو هتدي نصيحه بقى للناس كلها اوفر اول، يعني اللي عايز يستثمر واللي معاه فلوس ولسه ما فكرش يستثمر يعني دلوقتي حالا على البورصه يعني يعني اعتقد انا وجهه نظري الشخصيه، وسامحني لو اقطع، لا اتفضل، ان بقت اسهل حاجه ان النهارده زي ما انت بتنزل ابلكيشن لفيسبوك لتويتر لسناب شات وما الى ذلك، انت ممكن تنزل ابلكيشن لاي شركه من شركات السمسره، تفتح فيها حساب وتفتح وتنزل، ويبقى عندك نوع من انواع الاستثمار بجانب شغلك، بجانب استثماراتك، بجانب شركتك، بجانب حياتك يعني. ده صحيح. تعلم الاستثمار، دع استثماراتك تعمل عندك ولا تعمل عند استثماراتك. ده نقطة مهمة جدا. انت بتخش البورصة عشان تبقى نحو تكوين ثروة، فلازم تتعلم قواعد الثروة. ينفع كل الناس تعمل ثروة؟ ينفع، بس احنا في الحقيقة عندنا علاقة غير سوية مع الفلوس. احنا بنتعامل مع الفلوس بطريقة غلط. للأسف احنا ما تعلمناش طول حياتنا ازاي اتعامل مع الفلوس. يعني خلينا نقول احنا علاقتنا علاقه اثمه بالفلوس في الحياه، مرعبه. احنا بندير حياتنا الماليه سواء البيتيه او الاجتماعيه بشكل عام بشكل خاطئ على الاطلاق. لازم تتعلم القواعد دي، تفهمها ماشيه ازاي، هتلاقي الامور مشيت بقى في طريقها لوحدها. انزل الابلكيشن ساعتها، افتح بقى حساب في البورصه في اي شركه سمساره ايا كانت، نزل الابلكيشن بتاعها، وبعدين بقى جهز جزء من فلوس انت مش محتاجه على الاطلاق. اوعى تقول لي هاخد فلوس المدارس بتاعت العيال عشان مش عارف اعمل بيها ايه، اوعى تقول هاخد الفلوس اللي هحتاجها السنه الجايه او هحتاجها كمان 2 شهور. لازم تحط فلوس انت مقرر مش محتاجها الان، وبالتالي بتراهن بيها ان المستقبل هيكون فيها افضل. خلال خطه استثماريه انت بتتعلمها انا هعمل ايه خلال فتره زمنيه محدده. دي نقطه مهمه جدا. غير كده يبقى انت بتدخل نفسك في دوامه جديده لا انت عارف اولها ولا عارف اخرها، وهتبقى عرضه بقى للي بيظهر على الفيسبوك، خش السهم الفلاني، خش السهم العلاني. انا بعتبر يعني حتى احنا بنعلم السيكولوجي دي ايه انواع يعني يقول لك السيكولوجي دايما الانواع الموجودين في السوق دايما بيرمزوا لهم، مش قصدي حاجه ولكن يعني يقول لك تيران ودببه وحيتان والفراخ والماشيه والولفز اللي بتلتهم دايما الحاجات دي. فكل واحد وليه السيكولوجي بتاعته. انت هتبقى مين؟ انا دايما بعلمك تبقى واحد ماشي عنده خطه استثماريه محدده مهما يحصل حواليك من تغيرات، حتى لو نفسك جابتك وحاولت تعمل حاجه كده يعني تروح مع التيار شويه، ازاي الحق نفسي طول الوقت. نزل ابلكيشن في دلوقتي بقى معظم الشركات بتديك
هنا في مصر بتديك فند يعني تجربه تجرب حاجه سيميليشن بالظبط، ديمو مثلا، ديمو بالظبط كده. ما تجربش بفلوسك الحقيقيه لانه ما بقاش في داعي تعمل الحركه دي. اتعلم الاول، افهم اصول اللعبه. في الحقيقه بقى النقطه المهمه لو هتكلم على كده، لو البورصه ان شاء الله استقرت اعلى مستويات ال 30 حتى 31,000، استمر شراء الاجانب او المؤسسات زي ما اتكلمنا في اول اللقاء النهارده، انا اعتقد ان هيبقى في فتره زمنيه تاني طويله الاجل مستمره في الارتفاعات، مش هيبقى في داعي فيها للهري والنكت المستثمرين. اي حاجه هتشتريها هتاخدك وترتفع، وده اللي احنا بنعلمه للناس. طيب لو لا قدر الله في تراجعات في مستوى عندنا معروف، انا هقوله كده 27,000 نقطه، لو السوق تراجع ادناه ده معناه البورصه مش هتبقى نافعه للاستثمار دلوقتي. اذا بين ال 27 حتى ال 31 السوق ماشي بشكل جيد جدا، ينفع يبقى فيها مضاربات، او للي يحب يستثمر انتظر حتى الاختراق. لو انت مستثمر جديد بص على وثائق الذهب، بص على وثائق ETF، ما تشتغلش غير في الأسهم القيادية المعروفة، بص على القطاعات القائدة. الأخبار موجودة دلوقتي وانت يعني غالبا عندنا بنعلمك ازاي تجيب الأخبار وتقراها وتربطها بالأحداث سواء محليا أو عالميا. إذا الفرص موجودة والطريقة موجودة وسهل طريق الاستثمار، المهم تتعلم الوصفة ازاي الوصفة موجودة. تحقيق الربح سهل، انما طريقه الربح هي بقى للناس هي دايما فاكره ان هي تنطها فهتيجي معاها. ما تغامرش بفلوسك، ما تغامرش بفلوسك. يبقى خلينا نختم النهارده مع دكتور هشام بما تغامرش بفلوسك. كل حاجه لازم تبدا بالتعلم، لازم نتعلم الاول احنا بنعمل ايه ليه وازاي. انا اتبسطت جدا واستمتعت جدا بحواري معاك النهارده. تحياتي الله يخليك. وده العادي يعني دكتور هشام حسن، ده من ذوقك. اتمنى ان احنا ما نكونش طولنا عليك، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل اللي كانوا سامعيننا وشايفيننا النهارده طيبين، وان شاء الله نقابلكم في حلقه جديده كده وبودكاست جديد مع تعلم مع فاينانس كوتش. ميرسي جدا.